الدروب التي لم تزل تفضي إلى أرواحنا، حياتنا في الممرات العتيقة لقاهرة المعز، في البنايات التي شربت من سحر الماضي وعبق الذكريات. وحين يصبح المشهد الشعبي أكثر اتساعا لكي نحكي تفاصيل مصرنا الجميلة، يمكننا عزيزي المشاهد أن نلتقي لكي نسجل وقائع حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي مهنة وأسرار. لا جدوى من محاولة شرح التصوير أو الرسم بالكلمات، فقد شاهدنا ولم نزل لوحات مصورة ونقوشا على الجدران، ولكن في استطاعتنا القول أن التصوير بالنسبة للإنسان هو وسيلة يستعرض بها جميع المظاهر المحيطة، والمصور أو الرسام يسعى ليكسب هذا العرض قيمة فنية. من زاوية أخرى يمكن القول بأن الرسام يفسر ما يراه، وذلك بأن يضيف إليه معنى وتوافقا وعاطفة خاصة. وكثيرا ما يحدث أن الفنان لا يبرز الموضوع الحقيقي للصورة بأمانة، خاصة في مدارس التصوير الحديث، ولكنه يعدله ويشكله طبقا لنظرته الخاصة. ذلك أنه من الواضح أن الشيء الواحد يراه الأشخاص المختلفون كل بنظرته الذاتية شديدة الخصوصية. إن التصوير في مجمله يعني أن يعبر الفنان عن المشاعر المستمدة من فكرته وتصوراته وانطباعاته عن الحالة النفسية التي يفجرها الموضوع في داخله. إن التصوير بوصفه وسيلة من وسائل التعبير لم يتغير على مر القرون، وإن اختلفت الأساليب والاتجاهات وطرائق التنفيذ. إن الأسلوب الفني هو تلك الطريقة الخاصة التي يعبر بها المصور عن نفسه، مستوحيا الصور المحيطة ومركزا على بعض المؤثرات مثل الضوء والظلال والعمق والتلخيص والمنظور والألوان والموضوع، أو يقوم بإلغاء بعضها الآخر، فبذلك يكسب عمله الفني طابعا محددا، وهو ما أدى إلى تطور الأسلوب شيئا فشيئا بما اتبعه من الوسائل الفنية والمادية المستخدمة في فن التصوير. طرق التعامل مع اللوحة قد تختلف من فنان لآخر، وإن لم ينفي ذلك وجود خطوات متعارف عليها في الرسم، ومنها مرحلة شد اللوحة عبر هذا المربع الخشبي بعد تندية ورق الكنسون أو الفبريانو بالمياه قبل ضبط المقاسات، وإضافة الورق اللاصق بالمادة الصمغية وتركه للجفاف. مرحلة تكوين الأرضية، وهي مرحلة تتطلب توظيف ألوان الزيت عبر الفرشاة مع دوام تخفيف اللون بالمياه، كما يمكن توظيف خلفية اللوحة أو أرضيتها بكرتون ملون. عادة ما يبدأ الفنان تحديد أطر تكويناته بالقلم الرصاص مع تجهيز أرضية اللوحة بالألوان الأكوريل بالغة الشفافية، وبعد الانتهاء من جفاف خلفية المشهد
يكون الفنان قد بادر بتلوين تكويناته الأقرب ما تكون هنا إلى طيور تتراقص مجنحة بين السماء والأرض، فلا ينسى عبر تخيلاته مع كائناته أن يخفي بعض اللمسات التي تضفيها رعشات أنامله المنمقة. ومن الألوان الزيتية إلى ألوان الماء، تلك التي تتسم بشفافية توضع مباشرة من الأقراص المثبتة في اللوحة المعدنية فوق الورق الأبيض، حيث يتميز بالجفاف السريع بما يتطلب من المصور إيقاعا أسرع ثباتا ودقة في التنفيذ. إن التصوير بالألوان المائية طريقة صعبة تعطي صورا خفيفة وأنيقة، ولذا فليس من المستغرب أنها ولدت في القرن ال18. على أننا نكتفي بهذه الطريقة التي نوردها هنا مثالا وليس حصرا، ولنحاول الآن وعبر هذا البلاتو المفتوح أن نتطلع إلى منتجات هذا الفن بكافة تجلياته الفرعونية والقبطية والإسلامية والفولكلورية. إن وصول هذه اللوحات بما تنبض به جوانبها بإشعاعات الفن التشكيلي الرفيع لهي من الجمال بما يؤهل لاستنساخها في أعداد لا حصر لها. ولعل من مزايا حلقة هذا الأسبوع من مهنة وأسرار أنها تتسع كي ترصد هذه الباقة من الكروت بما تحمله من بانوراما حية تنبض بكل ما هو مصري أصيل. وبنظرة أكثر خصوصية وعبر هذه البانوراما الفنية يمكن الانطلاق في أفق تفريعات الحياة المصرية عبر هذه الباقة من الرسوم في محاكاتها للحرف المختلفة، حيث نلحظ هذا الولع الفني بتجسيد مهن تشكيل الفخار، النفخ في الزجاج، والتطعيم بالصدف، وصناعة المسلحة، والتكفيف بالفضة، والنسج بالنول الخشبي، والمصنوعات الجلدية، وكافة منتجات خان الخليل. وامتدادا إلى هذا النهج المولع بالفولكلور المصري، لا يتوانى هذا الفنان في التحليق عبر كافة أجواء المكان والزمان، فيرصد لنا تفاصيل الحياة اليومية في منطقة النوبة عبر تقاطيع هذه الوجوه بما تنبض فيه بمصريتها الخالصة، مع تسجيل لبعض طقوسها وصناعتها مثل تشكيل المرجونات بما تحويه من زخرفات تمليها نفحات هذه البيئات الإنسانية الدافئة. المشكوات والأباريق والأواني الفخارية والفازات الإسلامية، مجموعة آلات التخت من وتريات وإيقاعات، هي أيضا أحد دلائل تفرد الفنان في محاكاته للقطع النادرة داخل المتاحف، ومنها متحف الفن الإسلامي، على أن ومضات وإشراقات يومية قد تأخذ الفنان إلى أقصى درجات الانفعال، فيواصل التقاط اللوحات المعبرة عن زخم الحياة في الربوع الريفية ليصور لنا حياة الفلاحين، ويبحر بنا في سمرة النيل، ويرصد مراكب الصيادين المشرعة في اتجاه الغروب الحزين. ليس فقط إعادة اكتشاف الجمال، وليس مجرد المحاكاة لمظاهر الطبيعة هو الذي يدفع هذا الفنان
لإبداع هذه الباقة من اللوحات. ذلك صك الامتياز الفني هنا إنما يبنى على رؤية قوامها المصرية وأولى شروطها الانتماء، وإلا فيما نسمى هذا الولع الذي يصل إلى حد الافتتان بكل ما هو عربي كالخيول مثلا، ولكل ما هو إسلامي، خصوصا في مجال العمارة التي انتقى منها الفنان لوحات تعبر عن بيت جمال الدين الذهبي بالغورية، وسبيل قانباي بالخليفة، ومساجد الرفاعي والسلطان حسن ودرب اللبان وغيرها. على أن منظومة المصرية في هذه المعالجات الفنية لن تكتمل دون الإشارة إلى هذه الباقة الفرعونية من اللوحات التي تعبر عن معابد الكرنك والأقصر بفخامة أعمدتها وروعة تيجانها. إنها لا شك مجرد عينة من محاولات هذا الفنان التلقائي في تعبيره عن تجليات البعد الفرعوني في الشخصية المصرية، تماما مثل ولعه بجماليات الفولكلور وتفاصيل الحياة اليومية. عزيزي المشاهد، إن المشهد ها هنا يتسع وتفاصيل هذا الفن يتعدد، ليحدثنا عنه صانعه قائلا: محمد الشيمي أصلا طبيب بيطري، ولكن درست الفن في مصر وفي الخارج. الحكومة المصرية بعتتني ألمانيا علشان بعمل رسالة بخصوص الوسائل التعليمية، فاستغلت الفرصة دي ودرست طباعة وفن وإخراج بالنسبة للوسيلة التعليمية الطبية. بعد ما عدت لمصر استعملت في مختلف الأمكنة، كليات الطب، كليات الطب البيطري، معاهد زراعية، وبعدين تخصصت في الرسومات الخاصة بالطيور وبالحيوانات، وكانت بمناسبة إنشاء حديقة الحيوان بمناسبة مرور 100 سنة على حديقة الحيوان. اسمع بالنسبة للموضوع ده ان احنا بنلزق الورق، بدل ما نلزقه بالريز بنثبته بالتثبيت كويس، وبندي الارضية اللي احنا بنلزقها، وبعدين بنبدأ نخطط. اذا ما كناش خططنا في الاول نبدأ نخطط مرة تانية عشان الورق بيبقى مسطح تماما، ونبدأ نحط الالوان اللي بتتناسب معه. سواء اي موضوع، سواء كان موضوع منظر طبيعي او موضوعات او طبيعة صامتة او بورتريه او موضوع من الفنون التشكيلية العادية. واخيرا عزيزي المشاهد، فانما في بعض فنون الحياة ما قد يخفى عن عيون البشر، وان الذات الهائمة هي الذات الدائبة في بحور السماء. ترى في اي البحور سوف نلتقي؟ لا نعرف، وان كنا نؤمن باللقاء فنحن مثلك عزيزي المشاهد نحب الوعد ونحلم بالتواصل. لذلك فنحن دائما على موعد معك كي نحكي لك المزيد والمزيد عبر حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي مهنة وأسرار.